السلام عليكم ورحمة الله طلابي على مستوى الجمهورية من اسكندرية لأسوان. رجعنا مع بعضينا مراجعة شهر نوفمبر. عندنا نظام المراجعة، هنفرم المنهج مع بعضينا زي ما شفنا في شهر 10. ما بحبش أنزل الفلسفة والمنطق في حصة واحدة، بحب أخلي ده لوحده وده لوحده عشان حضرتك تسمعهم على اتنين تبقى أكتر تركيز. مبدئيا النهاردة هنراجع مع بعضينا الفلسفة مواضيعها أقل شوية من اللي كان في شهر 10، بس محتاجة تركيز. أول حاجة بدأنا فيها في الباب الثاني أو الفصل الثاني كان موضوع اسمه نشأة الفلسفة وتعريف الفلسفة، نشأة الفلسفة وتعريفاتها. مبدئيا قبل ما أبدأ وأنسى، معلش تمام، الحصة دي هتنزل يوتيوب، حضرتك لو عوزت الملزمة هتكلمني على الواتساب أبعتها لك. بالنسبة للمنصة نازلة على تمام جروبات الواتساب بتاعنا إن شاء الله. مبدئيا تاني مكملين، بس احنا بنحب نجيب البورد زي ما انتوا عارفين. بص معايا، لما اتكلمنا عن نشأة الفلسفة ما بتفكرونيش والمشكلة من عندكم كده. اتكلمنا عن نشأة الفلسفة في 3 أزمنة: الشرق القديم، بعد كده اتكلمنا عن الحضارة اليونانية، بعد كده اتكلمنا عن العصر الراهن، وقلنا الراهن يعني الآن، ناو. حلو الكلام. مكملين. الشرق القديم لو عندك مصر، الهند، الصين، بلاد فارس، ولو حضرتك جولك دول مع بعض وجولك 3 منهم في الاختيارات تعرف ان انت هتختار الرابعة. خلاص. اللي كان سيد الفكر في الوقت ده كان فكر ديني نظري، كنا بنتكلم فيه عن الأخلاق. أول حضرتك ما يكلمك عن الأخلاق والدين والنزعة الدينية، حضرتك زي الشطور تختار مصر القديمة أو الشرق القديم. حلو الكلام. مش موجودة مصر القديمة أو الشرق القديم وبيكلمك عن دين، هتلاقي الهند، الصين، بلاد فارس، كل ده معنى واحد. نكمل مع بعضينا. الحضارة الشرقية القديمة خلصت، ندخل على الحضارة اليونانية، ودي كانت من القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد. ازدهرت الفلسفة في الوقت ده على يد طاليس. طاليس ده من كبير الفلاسفة تمام في اليونان. ثم تقدمت وازدهرت على يد سقراط، أفلاطون، وأرسطو. الفكر اللي كان سائد في الوقت ده تمام فكر نظري خالص، كانوا بيتكلموا في القضايا النظرية الخالصة اللي هي تمام، والحاجات المعنوية زي الخير، الحق، كانوا بيتكلموا عن العدالة. نظري خالص، ده ديني خالص. حلو. عايزك برضو تبقى عارف ان عندك اليونان، سبارتا، تمام، اثينا او اثينا، كل ده يونان. يعني حضرتك لو لقيت في الاختيارات اليونان ولا سبارتا ولا اثينا، حضرتك ما تختارش ال3، لان الاختيار الرابع هيبقى الشرق القديم، هي اللي هتبقى الاجابه الصح. دول بنفس المعنى، طاروا تشغيل مخ. انا ممكن ما افهمش، ممكن ابص للاختيارات بس لقيت اليونان، سبارتا، هتلاقي الاسئله دي في المذكره، اليونان، سبارتا، تمام، اثينا او اثينا، حضرتك تمام من غير ما اقرا السؤال الاختيار الرابع. خلاص. نفس الحكايه اللي انا قلته هنا. في العصر الراهن بقى الفلسفه بقت بتتكلم مش عن بشكل نظري فقط. لو قلنا بشكل نظري فقط تقول لي لا، مش بشكل نظري فقط، ابتدت تتكلمنا عن المشكلات وتشوف حلول للمشكلات، وابتدينا نتكلم عن قضايا خاصة بحياتنا زي الأجيال القادمة. اتكلمنا مثلا عن حاجات زي الاستنساخ، الهندسة الوراثية. حلو الكلام.
دول الثلاث أزمنة والفرق ما بينهم، وده سؤال أكيد في الامتحان. نرجع مع بعضنا. عندي تمام البي دي افايه اولها تمام هنتكلم عن نشأة الفلسفه وبلاد الشرق القديم، مصر الهند فارس، اسمها حضارات الشرق القديم، وكان التفكير فيها ديني وروحاني. هنتكلم عن الدين، عن الاخلاق، عن الاله. حلو الكلام. بلاد اليونان القديم تمام اثينا واسبارتا تمام، ودول او الغرب القديم، وكان طبعا عندهم نظري خالص، بنتكلم عن فكر عقلي نظري خالص تمام، بنتكلم عن اصل الكون، بنتكلم عن الحريه العداله الاشياء المعنويه. الحضارة سوري تمام الفلسفة في العصر الراهن تمام، لما نيجي نشوف بعد القرن العشرين العصر الراهن بيهتم بالطبع الواقعي، يعني مش هنتكلم عن مشاكل فقط، ده احنا هندور على حلول، نبدأ ننظم حياتنا. اتكلمنا عن قضايا تخص الاستنساخ، قضايا البيئة، قضايا تخص المرأة، فنون. لو انت فاكر اخر حصة سمعتها فلسفة، لو انت ماشي بانتظام في العصر الراهن اللي هو الفلسفة مرآة عبر العصور، كنا بنقول ان العصر الراهن الفلسفة بتتكلم عن قضايا حياتية اللي هي دي تمام، قضايا خاصة بالبيئة، بالمرأة، بالفنون، بالمسرح. حلو الكلام. عندي بعد كده جزء تاني مهم اسمه تعريفات الفلسفة. نروح على البورد. تعريف الفلسفة. أول حاجة في تعريف لغوي للفلسفة. حلو. ايه التعريف اللغوي للفلسفة؟ بص معايا كده تمام، قال لك أساسا اسمها فيلو وصوفيا. فيلو يعني محبة، صوفيا يعني الحكمة. إذا الفلسفة تعني محبة الحكمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. لغاية ما جه فيثاغورس ثانية كده، محبة الحكمة اتمسحت معانا، نكتبها تاني. فيثاغورس تمام، وراح جه تمام. زمان كانوا بيقولوا على الفيلسوف محب للحكمة، هو رفض ده، احنا عارفين الحكاية. قال لك ما ينفعش نقول على بني آدم محب للحكمة أو حكيم، لأن الحكمة صفة من صفات الله وحده تمام، فاحنا هنسميه فيلسوف، نيجي على نفسنا تمام. فهنا ما رضيش يطلق عليه لقب تمام حكيم، وقال لك عليه تمام ده فيلسوف. حلو. نيجي للمهم. الاتجاه الأول لتعريف الفلسفة. لما جينا نعرف الفلسفة تمام كان في اتجاهين. الاتجاه الأول شايف إن الفلسفة تمام نظرة كلية شاملة. يعني ايه نظرة كلية شاملة؟ زمان كانت الفلسفة اسمها أم العلوم، كل العلوم كانت جزء من الفلسفة. فحضرتك الفيلسوف لما كان بيتكلم كان بيدرس كل الكون، أنا بتكلم في كل حاجة. فعشان كده ده التعريف الأول، شايف إن الفلسفة تضمن كل شيء. الفلسفة تمام احنا بندرس فيها أي حاجة في أي حاجة موجودة في الكون، أنا بدرس كل حاجة، أنا علم شامل. أنا أساسا العلم اللي بيدرس الوجود، وأي حاجة موجودة في الوجود هدرسها، القلم ده في الوجود هدرسه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. في اتجاه تاني واللي اسمه النظر العقلي. بص معايا، قالك لما نيجي نبص مع بعضينا كده، ده موضوع، ده فيلسوف لما يجي يتكلم عن الموضوع ده بيتكلم من وجهة نظره، والفيلسوف ده لما يجي يتكلم عن نفس الموضوع هيتكلم عنه من وجهة
نظره هو، فنلاقي الموضوع واحد بس فيه تعدد في وجهات النظر، فبيقول لك ان دي الفلسفه. فلسفه وجهه نظر، وكل واحد مننا بيقول وجهه نظر، فهنلاقي فيه تعدد في وجهات النظر. حضرتك لما نيجي نتكلم عن القلم ده، تمام، فاحنا لو 5 قاعدين ممكن كل واحد يتكلم عنه من وجهه نظر هو. حضرتك لما نيجي نتكلم، تعالى كده قول لصاحبك دي الفلسفه سهله، تمام، واحد هيقول لك سهله، واحد هيقول لك لا صعبه، واحد هيقول لك نص نص، لا اصل انا بحب الدرس ده وبكره. مش هنتفق، كل واحد له وجهه نظر، تمام. فبناء عليه انا عندي في اتجاه اول، في اتجاه تاني. لما يجيب لك تالت ورابع دول تونس، ما تختارهمش، تمام. انت في اول وفي تاني، بس انا عايز اكمل لك الاختيارات. هجيب لك الاتجاه الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ مفيش تالت ولا رابع، تمام. الاتجاه الاول ولا النظره الكليه؟ طب الاتجاه الاول هو النظره الكليه، دول في شنك، فاهم. الاتجاه التاني ولا النظرة العقلية؟ ما الاتجاه التاني هو بتاع النظرة العقلية، دول في شنك. في اختيارين ممكن يجوا بنفس المعنى، استبعدهم، بعلمك ازاي تتعامل مع السؤال. يبقى انا عندي الاتجاه الاول لتعريف الفلسفة، والاتجاه التاني لتعريف الفلسفة. الاول يقول لك احنا شاملين، احنا بندرس كل حاجة. شفت الماركت الكبير كده، تدخل تلاقي فيه كل حاجة، تمام. هو نفس الحكاية، نفس الفكرة، احنا بندرس كل حاجة. اي حاجة انت عايز تلاقي، تمام، جوه من الصابونة للتكييف، خلاص هو نفس الحكايه. الفلسفه حضرتك، تمام. الفريق الاول احنا بندرس اي حاجه موجوده في الكون. الفريق التاني بيقول لك والله دي الفلسفه وجهات نظر، ده احنا لما نقعد نتشاور في موضوع كل واحد ليه كل واحد ليه وجهه نظر، وصداع بقى، تمام، مش متفقين. فهو ده نفس الحكايه. خلاص خلاص، نرجع نشوف ده مكتوب ازاي. تعريفات الفلسفه. فلسفه لغويا كلمة يونانية مشتقة من مقطعين، فيلو وصوفيا، يعني حب الحكمة. وعرفنا حكاية خالكم فيثاغورس اللي رفض ان هو يسمي نفسه حكيم عشان الحكمة لله وحده. الاتجاه الأول وده تمام المعرفة الكلية والشاملة، تمام، ده فكر نظري خالص، تمام، زي الفكر اليوناني، بيدرس الحقيقة الكلية، الموضوع من جذوره، الحقيقة الشاملة. احنا علم كلي، احنا علم كلي، لأن الفلسفة كانت اسمها أم العلوم، فأنا بدرس كل حاجة في أي حاجة. تعريف التاني، تمام، بيقول لك ايه، احنا بنتكلم عن قضايا زي اللي هي موجودة في زماننا ده، فهتلاقي كل شخص ليه وجهة نظر، ادي نفس القضايا اهو، بس كل شخص هيتكلم عن نفس القضية من وجهة نظره ايه هو. حلو الكلام، حلو الكلام. مكملين مع بعضينا، نروح لموضوع جديد اسمه المباحث الرئيسية للفلسفة. بوردك بسرعة، بورد بسرعة. حلو. المباحث الأساسية للفلسفة. ايه هي المباحث الأساسية للفلسفة؟ 3 مباحث: الأنطولوجيا، الأبستمولوجيا، الإكسيولوجيا. إكسيولوجيا، يا سلام. أنطولوجيا يعني الوجود، أبستمولوجيا يعني المعرفة، إكسيولوجيا يعني القيم. حضرتك ممكن تلاقي في السؤال مكتوب في الاختيارات أنطولوجيا والوجود، اختارش الاثنين واحد، كلمة معناها، لما تلاقي 2 منهم تعمل كلمة ومعناها في الاختيارات طيرهم. حلو الكلام. طيب هاخد خطوط كده عشان نعرف احنا نتكلم عن ايه. انت احفظ مكان النقط اللي طارت دي. مبدئيا كده، تمام، عندي الأنطولوجيا دي بتدرس الوجود. ما هو الوجود؟ ايه هو الكون؟ يعني الوجود بالانجليزي. حلو. عندي، تمام، ما هو الكون، ما هو الوجود، تمام، القوانين التي تحكم الكون. يا ترى الكون دوت بتاعنا فيه قوانين بتحكمه ولا هو ماشي بمزاجه؟ بندرس الطبيعة، ندرس ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة دي اللي اسمها الميتافيزيقيا.
تساؤل عن اي حاجه موجوده في الكون، تساؤلات عن ايه هو القمر ده، تمام، ايه هو الارض دي، ايه هو السحاب ده، ايه هو القلم ده، ايه هي الساعه دي، ايه هي تم السبوره الالكترونيه ديت. حضرتك تساؤل عن الحاجه الموجوده. حلو. عندي اي حاجه موجوده في الكون نتساءل عنها هتبقى كده، هتبقى تمام انطولوجيا. المعرفه او الابستمولوجيا بيكلمك عن المعرفه. يا ترى المعرفه اللي احنا وصلنا لها ازاي؟ بص كده، وسائل الادراك اللي انا استخدمتها وانا بدور على المعلومات عن الوجود. دي المعلومات اللي انا جبتها، تمام. الوجود هنا بتساءل عنه، تمام. حلو. وصلت المعلومات، وصلت لها ازاي؟ يا ترى استخدمت الحواس ولا استخدمت العقل ولا استخدمت الحدس الاحساس؟ خلاص. يا ترى المعلومات اللي انا وصلت لها عن الكون معلومات يقينية ولا المعلومات ديت في شنك احتمالية؟ حلو الكلام. انا هنا بتكلم عن المعرفة اللي انا وصلت لها، انا واثق فيها ولا مش واثق فيها؟ جبتها ازاي؟ بحواسي ولا بالتجربة ولا بالعقل، ولا وصلت ليها ازاي؟ خلاص. دي وسائل ادراك الوجود، الوسائل اللي انا استخدمتها في ادراك الوجود. خلاص. هنا انا ببحث في الوجود، تمام، والقوانين اللي بتتحكم في الكون. القوانين دي وصلت لها ازاي؟ تمام. القوانين ديت يا ترى يقينيه ولا احتماليه؟ ابستمولوجيا. الاكسولوجيا القيم او المثل العليا. بص معايا، عندي في قيمة اسمها الحق، قيمة اسمها الخير، قيمة اسمها الجمال. حق، خير، جمال. الحق ده بيدرسها علم اسمه علم المنطق، والمنطق ده اللي بيخلينا ندرس، تمام، او المنطق ده اللي بيخلينا نفكر تفكير سليم، تفكير ايه؟ سليم. يبقى اذا المنطق بتاع التفكير، والتفكير ده خاص بالحق، يبقى لما يقول لك افكار نختار قيمة الحق. الخير ده بيدرسه علم اسمه علم الاخلاق، والبني ادم اللي اخلاقه كويسه يبقى افعاله كويسه، ده ليه علاقه بالافعال. يبقى لما يقول لك افعال يبقى اخلاق، يبقى خير. لكن لما يقول لك افكار تبقى حق. الجمال ده بيدرسه علم اسمه علم الجمال. وحضرتك الجمال احنا بنحكم على الشيء، يا ترى الشيء ده جميل ولا قبيح؟ لوحة، زخارف فنية، مسلسل، أغنية، خطه جميل، خطه جميل، خطه وحش، إلى آخره. فاهم أنت إزاي؟ حضرتك بنوصف الأشياء. الزخارف فنية، تمام، اللي في اللوحات دي، تمام، اسمها قيمة الجمال. يبقى أنا عندي الإكسولوجيا أو القيم، بنتكلم عن 3 قيم. ممكن تيجي في الاختيارات القيم دي. امتى اختار الحق؟ لو كلمك عن افكار. امتى تختار الخير؟ لو كلمك عن افعال. حاجه حلوه ولا وحشه؟ بس حلوه، تبقى قيمه مين؟ الجمال. حلو. يبقى انطولوجيا، ابستمولوجيا، اكسولوجيا. الوجود، المعرفه، القيم. ندخل على حاجه تاني، المباحث الفرعيه للفلسفه. زي ما قلنا ان في 3 مباحث، والمباحث ديت اساسيه، انطولوجيا، ابستمولوجيا، اكسولوجيا. في 3 مباحث فرعيه. خلي بالك وانت بتقرا السؤال، خلي بالك وانت بتقرا السؤال. يا ترى السؤال بيقول لي مبحث اساسي ولا مبحث فرعي؟ مبحث اساسي ولا مبحث ايه؟ فرعي. المباحث الفرعيه عندي فلسفه الدين. فاكر لسه كنا بنتكلم عن الدين، ويا ترى الدين عندنا تمام وراثي ولا تمام انا مقتنع؟ هيكلمك عن حاجه تخص الدين. ولو ربطنا بحاجه احنا درسناها في اول الفلسفه، فاكر لما قلنا ان في تفكير فلسفي وتفكير ديني، والتفكير الديني بنربط كل حاجه بقدره الله عز وجل. اول ما يكلمك عن ربنا، صفاته، قدرته، حاجه تخص الدين، تختار فلسفه الدين. فلسفة القانون بيقول لك هو احنا بنعمل قانون بنبنيه على قواعد فلسفية. عندي تمام مثلا في الفلسفة في حاجة اسمها العدالة، في حاجة اسمها الحرية، الحاجات دي بتدرسها الفلسفة. فاحنا بنعمل قانون
نبنيه على الحاجات ديت. قوانيننا، تشريعاتنا، العرف اللي احنا ماشيين عليه تمام مبني على العداله، مبني على حمايه حقوق الاخرين. طب العداله وحقوق الاخرين دي فلسفه، ففي حاجه في الفلسفه اسمها فلسفه القانون. فلسفه التاريخ لما نيجي نحلل حضارات في الماضي، حوادث حصلت في الماضي، نربطها بحاجات ممكن تحصل دلوقتي، ربطنا الماضي بدلوقتي، اسمه فلسفة مين؟ التاريخ. اتكلمنا عن تطور مجتمع منذ القدم لغاية دلوقتي بإيه؟ ماضي. اتكلمنا عن اللي حصل في السبعينات، نصر أكتوبر، ماضي. خلاص، اسمه فلسفة التاريخ. يبقى عندي 3 مباحث: فلسفة الدين، فلسفة القانون، فلسفة التاريخ. سهل ان انت تميز ما بينهم. ندخل لموضوع جديد اسمه تمام أهمية الفلسفة بالنسبة للإنسان. أهمية الفلسفة بالنسبة للإنسان عندي 3 أهميات: تنمية وتعميق الوعي الفردي، تأكيد الإيمان بالله، الارتقاء بالمستوى العقلي. تنمية وتعميق الوعي الفردي يعني أنا كفرد أعرف مواطن قوتي ومواطن ضعفي، أنا عارف أنا مميز في إيه وضعيف في إيه، فاختار أهداف تناسبني فهكون شخص ناجح. يبقى مرتبطة بان انت تعرف قدراتك، لما يقولك تعرف قدراتك مرتبطة بان انت كمان بتعرف تحدد اهدافك. ما انت لو عارف قدراتك هتحدد اهدافك بسهولة. تمام. انا مثلا تيجي تقول لي تدخل كلية فيها دراسة انجليش من قبل لا، انا ضعيف في الانجليش. تمام. لكن انا مثلا لو مش عارف انا مميز في ايه وضعيف في ايه، طب افكر، طب اشوف، طب يلا وادخل واسقط بعد تاني سنة. تمام. لكن حضرتك من البدايه انا عارف امكانياتي، لا انا مميز في الشيء ده، انا هدخل كليه فيها علم نفس او فلسفه، فممكن تمام اكون نافع او ممكن اكون ناجح. يبقى ان انا اعرف امكانياتي، مواطن قوتي، مواطن ضعفي، فاختار اهداف تناسبني. لو كلمك عن اتخاذ قرارات، تمام، معرفه نفسك، مواطن قوتك، مواطن ضعفك. تاكيد الايمان بالله، ان حضرتك تمام زي ما قلنا كده مش هتكون مختار ديانتك عشان انت وارثها من اسرتك، انت كمان هتختار ديانتك عشان انت اقتنعت بده. فلسفة هتخليك تفكر وتقتنع بالديانة اللي انت عليها. تمام. هتكلمك عن الخالق، عن تمام مصير انفسنا، عن يوم القيامة، عن الموت. حلو. الارتقاء بالمستوى العقلي، مستوى ذكائك هيزيد فتقدر تحل المشكلات اللي بتواجهك، هتكلم تتجاوز العقبات، اي حاجة على وزن مشكلات. يبقى لما يكلمك عندي 3 حاجات اسمها أهمية الفلسفة بالنسبة للإنسان: عرفت مواطن قوتك، عرفت مواطن ضعفك، عرفت تختار أهداف تناسبك، مستوى تام تنمية وتعميق الوعي الفردي. حضرتك حاجة فيها ربنا، إيمان، إيمان مش واحدة، إيمان روحاني كده عقائدي دين. تمام. حضرتك ده اسمه تأكيد الإيمان بالله. الارتقاء بالمستوى العقلي، مستوى ذكائك زاد فحضرتك تقدر تحل المشكلات. في كمان أهمية، هنا في المذكرة بقول لك حاجة، لما يجي يقول لك أهمية الفلسفة بالنسبة للإنسان ويجيب لك اختيارات غلط زي مثلا تهميش الوعي الفردي، لا ده اختيار غلط، هي بتخليك تعميق في الوعي الفردي. ممكن يجيب لك الاختيارات ديت منفية فحضرتك تمام أنا أجيب لك المنفي اللي أول ما تشوفه تعرف إن ده أساسا اختيارات خاطئة. في أهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع. أنا كفرد بقيت كفرد شخص بقيت كويس، وانت بقيت كويس، واللي جنبيك بقى كويس، المدينة اللي احنا عايشين فيها بقيت كويسة. يبقى حضرتك لما الافراد يكونوا كويسين المجتمع كمان هيكون ايه؟ كويس. ده الارتقاء بالمجتمع ككل. بنقول ان الفلسفة خلت كل فرد من الافراد دول كويسين فالمجتمع كله هيكون ايه؟ كويس. يبقى هنا ربط نشاط الافراد بالاهداف العامة. حضرتك لما تبقى كويس مصر هتبقى بخير، مصر هتبقى بخير، يبقى هنا الارتقاء بالمجتمع ككل. كشف مشكلات المجتمع، ان الفيلسوف هو اللي بيقدر يلاحظ المشكلات اللي ممكن نقع فيها كمجتمع ويبدا يدور لها على حلول، علل بعيده. تمام. انا وانت ممكن ما ناخدش بالنا ان احنا واقعين في مشكله لان احنا في الوقت الحالي فل الفل، هنقع في مشكله بعد يوم بعد 2 مش واخدين بالنا. الفيلسوف بيبقى مركز ان احنا ممكن بعد شهر هنقع في مشكله وقاعد يدور على حلول. يبقى حضرتك تمام بيدور على العلل البعيده، الاشياء البعيده. تاني بيواجه مشكلات المجتمع، بيواجه مشكلات مين؟ المجتمع. رسم الاطار الايديولوجي ان هو بيشوف المجتمع وعاداته وتقاليده ويبدا يعمل ايه؟ اضافه تمام اضافات تخلي المجتمع افضل.
زي يضيف الحرية، العدل، ثورة تنويرية يخلي المجتمع أفضل. فاهم؟ حلو الكلام. عندي بعد كده جزء تاني بيتكلم عن الموقف الفلسفي، مرآة عبر العصور. عندي 4 عصور. عندي 4 عصور: العصر اليوناني، العصر الوسيط، العصر الحديث، العصر الراهن. يعني ايه الفلسفة؟ تمام، او تطور الموقف الفلسفي عبر العصور، ان الفلسفة في كل عصر كانت بتهتم بمواضيع غير العصر اللي بعدها. يعني مثلا العصر اليوناني كان فيه الفلسفة بتتكلم في موضوعات غير العصر الوسيط، غير العصر الحديث، غير العصر الراهن. العصر اليوناني فيه اليونانيين المشهورين: طاليس، سقراط، أفلاطون، أرسطو. تمام، وهنتكلم عن مقولة سقراط اللي كان بيقولها في الوقت ده: اعرف نفسك. اعرف نفسك يعني اعرف إمكانياتك، اعرف مواطن قوتك، اعرف مواطن ضعفك، اعرف المجتمع اللي انت عايش فيه بمشاكله، وازاي ندور على حلول للمشاكل الموجودة في المجتمع. يبقى العصر اليوناني تمام، ايه اللي كان سيد فيه؟ اكتشاف الإنسان لنفسه ومشاكله، السؤال عن الوجود، عن الكون. ما احنا بتكتشف نفسك، تمام، تكتشف الكون اللي انت عايش فيه، تكتشف المجتمع اللي انت عايش فيه، تتكلم عن مشكلات المجتمع. خلاص، كل دي حاجات تخص العصر اليوناني. في الغالب ممكن تلاقي تمام طاليس، سقراط، أفلاطون، حد من الفلاسفة تمام هو اللي هيتكلم، أو بداية العبارة تبدأ بيهم. مش شرط، بس حضرتك أول ما يقول لك مواطن قوتك، مواطن ضعفك، فهمت نفسك، فهمت مجتمعك، مواطن القوة في مجتمعك، مواطن الضعف في مجتمعك. يكلمك عن أسرار الكون، أسرار الوجود. عصر يوناني. العصر اللي بعد كده الوسيط، والوسيط دوت اللي حصل فيه توفيق بين الفلسفة والدين. أول ما يجيب لك سيرة ديانة من الديانتين الإسلامية والمسيحية، عصر وسيط. أول ما يجيب لك تمام العصر، تمام الكنيسة كانت بتحكم، الفلسفة كانت بتحكم، تمام الدين تدخل، تمام، لأن العصر اليوناني تمام عندي تمام بعد كده في عصور كان فيها فلسفة فيها دين مسيحي، فهنا حصل دمج. تمام، يعني إيه دمج؟ حصل توفيق بين الفلسفة والدين المسيحي، فهيجيب لك سيرة تمام كنيسة مع تمام فلسفة، أو العكس، أو سيرة دين إسلامي مع فلسفة، أو العكس. هنختار العصر الوسيط. إيه اللي حصل في العصر الوسيط بكل بساطة؟ ظهرت الديانة المسيحية. ابتدينا تمام عشان ما يحصلش صدام بين دين وفلسفة نعمل توفيق ما بين الدين والفلسفة. الفلاسفة المسيحيين ابتدوا يقولوا إن الفلسفة دي طريقك للإيمان. حضرتك عايز تكون مسيحي متدين زي ما قلنا، امشي وفقا لمبادئ الفلسفة. الفلسفة معانا مش ضدنا. ظهر الدين الإسلامي، أنا كمان الكلام اللي جيت بيه شبه كلام الفلسفة. الفلسفة بتقول شغل عقلك، وأنا كدين إسلامي بقول شغل عقلك، إحنا مع بعض مش ضد بعض. إيه اللي حصل في العصر الوسيط؟ الدين المسيحي، الدين الإسلامي، إحنا والفلسفة إخوات، إحنا مش هنتخانق، إحنا مع بعض. يبقى العصر الوسيط توفيق بين الفلسفة والدين. خلاص. وعندنا خدنا الكلام ده من شوية تمام أول السنة لما ابن رشد قلنا وفق ما بين الفلسفة والدين. العصر الحديث وقلنا ده عصر السادت فيه المناهج العلمية التجريبية، في تجارب، في قرن 20 بدأ مع القرن 20. اكتب لو مش مكتوب، تمام. حضرتك كمان قلنا ابتدت يكون في تجارب علمية، في أبحاث، في معامل. حلو الكلام. ديكارت هو اللي هنقول تمام كلامه في الوقت ده. ديكارت دعانا ان احنا نشك في افكارنا. قال لك انا اشك اذا انا موجود. ايه انا اشك اذا انا موجود؟ حضرتك تمام هات الافكار اللي في دماغك، شك فيها، ممكن تلاقي فكرة خاطئة استبعدها عشان تحافظ على بقية افكارك سليمة. وقلنا ان هو شبه دماغنا بطبق التفاح. لو طبق التفاح سيبنا التفاحة بايظة في وسطيها يعني بقية التفاح، لو تخلصنا منها هنحافظ على التفاح سليم. في أفكار لو تخلصنا من الفكرة الفاسدة هنحافظ على بقية الأفكار سليمة. يبقى عندي العصر الحديث لو كلمك عن ديكارت، كلمك كمان عن تمام ان احنا لازم نشك في أفكارنا، كلمك عن التجارب والمنهج العلمي أو القرن 20.
العصر الراهن اللي هو دلوقتي، واللي كان سائد في الوقت ده الاهتمام بالقضايا الحياتية، قضايا خاصة بحياتنا زي الفن، زي حقوق المرأة، المرأة كده زي الطفل، خلاص حقوق الطفل، حقوق الأجيال القادمة. خلاص اتكلمنا عن مثلا الهندسة الوراثية، اتكلمنا عن الاستنساخ، التكنولوجيا، عيوبها، أضرارها، أضرار التقدم. كل ده تبع العصر مين؟ الراهن. يبقى أنا عندي اتكلمت عن العصر اليوناني، عرفنا أيام اليونان، عصر الوسيط، تمام، قلنا ده اللي ربط الدينين ببعضهم، عصر حديث، والعصر الحديث القرن العشرين والتجارب والمعامل والعلم، عصر راهن، وقلنا ان العصر الراهن ده بيهتم بالقضايا الحياتية اللي احنا بنهتم بيها في حياتنا دلوقتي. بكده نكون خلصنا مع بعضينا. تمام، تم هتتكتب منهج نوفمبر فلسفة. انتظروا أقوى حصة مراجعة منطق، لأن المنطق ده دماغ. تبقى صحيلي كده، تشرب قهوتك شايك، مستعد. اشوفك على خير، سلام.